واش عمرك سولتي راسك كيفاش واحد الشخص يقدر يضحك الناس وفي نفس الوقت يخدعهم ويخرج من اخطر المواقف بلا ما يخسر حتى حاجه؟ اليوم غادي نحكيو على واحد من اشهر الشخصيات في التلفازه المغربيه، الشخصيه اللي بقات راسخه في ذاكره المغاربه واللي هي حديدان. سلسله حديدان اللي ما عمرك تقد تسول شي مغربي ويقولك ما كنعرفهاش، هي عمل كوميدي تراثي مغربي مشهور بزاف من بطولة كمال كاظمي في دور حديدان. هاد السلسلة ماشي غير الضحك ولكن كتجمع بين الكوميديا والمغامرة وحتى رسائل اجتماعية عميقة. حققت نجاحات كبيرة وفي عدة أجزاء، بحال حديدان الجزء الأول، حديدان الجزء الثاني، وحديدان في كيليز، حديدان عند الفراعنة، وحديدان وبنت الحراز. وفي كل جزء كتقدم مغامرات جديدة في إطار تاريخي تقليدي جديد. شخصية حديدان هو القلب ديال القصة، شخصية ماشي عادية، هو ذكي بزاف، محتال بطريقة مضحكة، كيعرف كيفاش يقلب المواقف للصالح ديالو. حديدان ماشي قوي بالجسم ولكن قوي في العقل ديالو، كيستعمل الحيلة باش يواجه الظلم والفقر والسلطة، وفاش كيطيح في شي مشكلة ما كيهربش ولكن كيلعبها بالذكاء ديالو حتى كيخرج منها بطريقة عبقرية. أما الشخصيات الأخرى في السلسلة ماشي غير حديدان، بل فيها شخصيات كتزيدها نكهة آخرى. الزوجة ديالو والعلاقة بيناتهم في الصراع والضحك، والقائد أو الحاكم غالبا كيمثل السلطة والضغط. أما السكان ديال الدوار اللي كيأثروا بالأفعال على حديدان، ومن بين الممثلين اللي شاركوا فاطمة والشاي وصلاح الدين بن موسى. هاد الشخصيات كلها كتخلي القصة غنية وممتعة. في البداية ديال القصة كنلقاو حديدان الراجل الذكي كيعرف كيفاش يستعمل المكر ديالو باش يواجه الحياة. كان كيعيش مع مرته وولاده وحماته، ولكن الامور ما بقاتش عاديه. اهل القبيله بداو كيشكوا ان حماته مسكونه بالجن، وهنا حديدان شاف الفرصه. بدل ما يتحمل المسؤوليه ديال الحصاد ديال داك العام، دار خطه ذكيه، خدا الحماد ديالو لواحد الضريح قالك باش يتباركوا منها الناس، ولكن في الحقيقه كانت غير حيله باش يهرب من الخدمه. وهنا كتبدا اول صدمه للقبيله، حيت دار خطه جهنميه. في طريقه حديدان ما ضيعش الوقت، تلقى مع واحد الراجل ودار معاه رهانات، وبطبيعه الحال حديدان يربح. وهنا بان اول دليل على الذكاء ديالو، وقرر يبدا الحياه ديالو جديده في قبيله اخرى. منين وصل المشاكل ما تسالاتش، وفي النهار الاول دار مؤدبه بالعظام باش يختبر الناس. سرق الدجاج من الجيران، سكن في دار كيقولوا عليها مسكونه ولكن ما خافش. حديدان ماشي غير كيهرب من المشاكل، هو اللي كيخلقهم. والصراع اللي بدا مع اسحاق مع الوقت بان واحد العدو حقيقي اللي هو اسحاق، واحد العطار يهودي ذكي حتى هو، وكيحاول يطيح حديدان باي طريقه. ومن هنا كتبدا الحرب ديال الحيل والخطط والخداع، ولكن ديما حديدان كانت الخطوات ديالو متقدمه على اسحاق. اما العلاقات ديالو العائليه، وسط هاد الفوضى كيبان الجانب العائلي. حماته بدات كدير صداقات، والعائله ديالو بدات كتندمج مع المحيط فين تبدلوا. وحتى الموضوع ديال الزواج، حديدان حاول يخطب بنته خميسه الكميشه، ولكن الام خضراء ما كانتش موافقه على هذا الزواج، وهنا زاد التوتر داخل العائله. من هنا غادي نقول لكم ان حديدان هو البطل ديالنا ديال القصه. مع الوقت كتبدل الصوره ديالو، ما بقاش غير محتال، بل ولا كيكشف مؤامرات وكيحل النزاعات وكيعاون الناس. حتى القاضي والناس ديال القبيله بداو كيحترموه. حديدان ولا شخصيه مهمه، كل شيء كيرجع ليه. وهنايا غادي نوصلوا للنهايه ديالنا ديال الفيديو، السقوط ديالو، ولكن الذكاء ما كيضمنش الرباح ديما. اسحاق ما وقفش وبقى كيدير المكائد حتى نجح في وحده منهم. حديدان طاح في الفخ وما كان عنده حتى حل الا يهرب مره اخرى ويبدا مغامره جديده في قبيله جديده. القصه ديال حديدان ماشي غير ضحك، هي قصه ديال واحد الانسان كيعيش بالذكاء ديالو في وسط عالم صعيب. ولكن السؤال هو، واش حديدان بطل ولا غير محتال ذكي؟ قولوا لي الراي ديالكم في الكومنتات، وما تنساوش لايك باش توصل القصه لناس اخرين، وما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد.